السلام عليكم. عاملين ايه يا امارات؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل دجاج كنتاكي ببهارات بسيطة جدا، مش هنفتكس فيها كتير، بس لونها كمان رائع وطعمها تحفة، وهتبقى مستوية جدا معاكم جدا. يعني الناس اللي بتخاف تقول لا مش بتستوي، لا بصوا هي مستوية خالص، بس انا هتفوها السكينة طرية جدا خالص، وهتبقى حقيقي حلوة وبتتبيلة تتبيلة خفيفة خالص، وهتديكي طعم حلو. احنا مش هنفتكس كتير في البهارات بتاعتها. انا كنت عملتها معاكم مرة قبل كده بتتبيلة مختلفة، ان شاء الله هبقى اسيبها لكم تحت في صندوق الوصف للي حابب يشوفها. بس مستوية خالص خالص، يعني انا لازم ادوقها بقى، يعني رائعة تحفة. ان شاء الله هتجربوها وتبقوا تنزلوا تقولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، طلعت معاكم ايه. بجد حلوة قوي. انا ما قدرتش الحقيقه اقاوم، كان لازم ادوق. بس مقرمشه وطعمها حلو قوي. بس الاول انزلي اعملي لايك سبسكرايب تفعيل الجرس على الكل لو حابه يوصلك مني كل وصفه انزلها. معلقه كبيره من البابريكا وبصل بودر كزبره وملح. عندي معلقه كمان طحنه فلفل اسود وحبهان ورق لورا على بعض، واخده منهم معلقه كبيره. عندي كمان ده باكو من مرقه الدجاج اللي هي البودر، دي بتعزز الطعم جدا وحلوة قوي. عندي كمان ده دبس رمان، ممكن تعملي صويا صوص بداله. هاخد 3 معالق كبار ان انا هعمل كمية كبيرة. انتي لو حابة تستبدليه بصويا صوص استبدليه، بس انا بحب المزازة بتبقى فيه مزازة حلوة كده في دبس الرمان، بتبقى احلى كتير من الصويا صوص. هخلط بقى المكونات دي بتاعتي كويس. بصوا مفيش بهارات كتير، حاجات بسيطة جدا، بس تيجي طعم حلو. هاخد كمان كوبايه من الميه، انا لسه هزود ميه تاني مش هي دي وبس. اقلب بقى الخليط بتاعي ده كويس، ادوبه مع بعضيه كويس جدا. تمام كده. خلاص انا كده خلصته. اجيب بقى دي اجنحه فراخ. بصوا، طبعا انت عايزه تعملي باجنحه فراخ بس اعمليها بدبابيس او وراك او فراخ كامله زي ما يعجبك. بصي اقطعي من النص كده، طبعا الحته الصغيره في اول الجناح دي بتترمي، متعملش ابدا. لما تيجي تقطعي بقى، تقطعي الجناح من النص من عند المفصل بالظبط. يعني خدي بالك ما تقطعيش العجمايه نفسها، العجمايه لما بتتقطع بتعمل زفاره في قلب الفراخ. الفراخ كذلك انا مقطعاها قطع بقى صغيره، وكنت نقعيها في ميه فيها نص كوبايه من الملح ونص كوبايه من السكر، مقطعه برضو. بصي مقطعه قطع صغيره خالص. بصوا الدبوس لوحديه، والورك برضو كمان قطعاه نصين، من المفصل فيه مفصل في النص كده قطع منه. وخدي بالك مش من قلب العظمه عشان ما يبقاش معاكي بعد ما الاكل يستوي تلاقيه فيه تحسي فيه طعم زفاره، ده السبب ان العظمه نفسها اتكسرت. فانت بتقطعي من المفصل بالظبط. بس انا رحت غسلتها تاني بعد ما نقعتهم زي ما قلت لك بالميه فيها ملح وسكر، اقل حاجه ساعتين، وتديكي كمان طراوه للفراخ وتخليها تستوي معاكي اسرع. انا بقى هجيب الاجنحه دي هحطها على الفراخ اللي عندي، وهحط عليهم التتبيله اللي انا عملتها معاكم، وهضيف كمان كوبايه ميه تاني هنا عشان عايزه اغطي الفراخ بتاعتي بالتتبيله دي. التتبيله دي هتقعد بيها قد ايه؟ هتقعد بيها انا اقل حاجه ساعه 6 ساعات. 6 ساعات. انا بقى دلوقتي بالليل فهبيتها معايا في التلاجة من بالليل لحد الصبح. بس اهم حاجه طبعا لازم تتغطى كويس،
وتحطيها في التلاجة اقل حاجة 6 ساعات. انا زي ما قلت لك هحطها من بالليل لحد الصبح في التتبيلة بتاعتها دي. تمام. غطسيها بقى كويس في التتبيلة عشان تشرب كويس جدا. طيب تاني يوم بقى انا عملت ايه؟ انا عندي كوبايتين من الدقيق، هحط عليهم معلقتين من النشا، معلقتين كبار كده من النشا، دي اللي بتخلي الحاجه تقرمش معاكي بعد كده. واحط نفس البهارات اللي حطيتها قبل كده، بس هزود عليهم نص معلقه من الكركم، يبقى نص معلقه كركم، بصل، بابريكا، كزبره، وملح. واحط كمان خليط فلفل اسود والحبهان وورق اللورا. واحط برضو معلقه تاني من مرقه الدجاج البودر، بيبقى طعمها حلو قوي زي ما قلت لكم، بيعزز طعم جدا. هقلب كله ببعضيه. ده الكفر اللي هيكون بتاع الفراخ. كده الفراخ عندي اهي. هبتدي اعمل اول مرحله فيها ايه؟ هغطيها بالدقيق اللي انا عملته ده. ادي الدقيق اللي انا عملته وحطيت عليه البهارات. هقلب فيها من غير ما اضغط. يعني انتي الضغطه بتاعتك دي لا مش هضغط، هحط دقيق بس اغلفها بيه كده. شايفين؟ بقلبه بس كده في الدقيق. دي كده اول مرحله، لسه في مراحل تانية. هقلب كويس بس اغطيها من كل اتجاه من غير ما اضغط عليها. خلاص. اجيب حاجه بقى انفض بقى كده عشان تشيلي الدقيق الزياده، وترصي في قلب صينيه او طبق عندك اي حاجه. نفضي ورصي جنبك. لسه في مرحله تانية ما خلصتش كده، بس خلصتهم كلهم. دي كده الكميه اللي كانت عندي. بس عندي بقى الميه اللي كانت فيها الفراخ بتاعتي، فاكرينها؟ مش كنت نقعيها في ميه كده فيها تتبيله؟ انا ما رميتهاش. التتبيله دي ساقعه، عايزه تستبدلي بميه ساقعه عادي، بس لازم ساقعه يعني متلجه. هبل فيها كده الفراخ اللي متغطيه بالدقيق في اول مرحله، وارجع اعملها مره تانية اهي كده. وبرضو من غير ما اضغط، هقلب بس كده من غير ما اضغط. اقلبها كم مره كده، وانفض واقلب وانفض واقلب مره تانية لغايه ما اخلصهم كلهم. بس طبعا لازم تبليها كده، ده بيخلي طبقة الدقيق تمسك على الفراخ بتاعتك، ما توقعش وانتي بتسويها. اهو. ومن غير ما اضغط عليها هقلب وانفض، اقلب وانفض. خلاص. سهلة قوي. ناس كتير بتخاف تعملها في البيت، وحقيقة هيبقى طعمها حلو. هخلصهم كلهم نفس الطريقة. عندي بقى على البوتاجاز زيت غزير مغلي، زيت غزير. ولما هنزل الفراخ مش هحطها فوق بعضيها، بعيد عن بعضيها كده عشان ما تلزقش هتطلع طرية. فانت لازم تخليهم بعيد عن بعض وهما بيستووا. طيب هما هياخدوا من 10 دقايق ل15 دقيقة على حسب حجم القطعة اللي انت نزلتيها. طب انت خايفة لا يكون مستواش معاكي، خليهم 10 دقايق لغاية ما تاخد لون. طلعيهم في صينية حطيهم في فرن البوتاجاز. ماشي. القطعة الكبيرة، طيب الأجنحة طبعا ما بتاخدش وقت. طب القطعة الكبيرة زي ما قلت لك ممكن تحطيها في البوتاجاز، او ممكن تعملي كده لغايه ما تاخد لون من الاتجاهين، وتقومي ايه موطيه ومغطيه. هتطلع برضو معاكي مقرمشه ومستويه. تمام. ولازم الزيت يكون مغطي القطعه بتاعتك. لما تطلعيهم بقى ما تطلعيش على مناديل، اي شبكه او في مصفى عاديه طلعي عليها قطع الفراخ بتاعتك مقرمشه جدا وحلوه قوي. بس كده خلاص انا خلصت. يا رب النهارده اكون وصفتي عجبتكم. اشوفكم في فيديو جديد.